مساء الخير وحلقة جديدة من عدي يومك. عديت يومك ولا يومك اللي عداك؟ طب يومك عدى عليك؟ يومك عدى على وشك؟ عرفنا يعني ايه نعدي يومنا؟ عرفنا ازاي نعدي يومنا؟ ده اللي هنعرفه النهاردة في مواقف كتير جديدة مع صديقتي العزيزة مرامي. عاملة ايه؟ اهلا، ازيك يا شادي؟ كله تمام؟ كله تمام. عشان نعدي اليوم واتكلمنا في حاجة مهمة قوي. طب وات اف ان احنا ما عرفناش نعدي يومنا، او غصب عننا حاولتي تعدي اليوم كتير واليوم هو اللي عداكي او اليوم اللي عدى عليكي؟ عدى على وشك. طب حلو، ما تفهميني اكتر. والله انا شايفه ان احنا اكيد في يوم هيعدي، احنا اللي هنعديه. في يوم هيعدي علينا، في ايام مش هنعرف نعديها. الفكره ان انت يعني ما تقعدش بقى تحارب. خلاص انت لقيت نفسك ان انت عملت كل المحاولات اللي في ايدك. حاولت تعمل كل حاجه كويسه عشان تعدي اليوم، ما عداش. خلاص مش هنحارب يا جماعة، سيبه يعدي عليك. يعني احنا مش جايين هنا في حاجه مثلا ثابته ان لا لازم انا، ومش احنا مش في ديبيت مين هيكسب، مين هيبقى احسن من التاني. لا عادي. احنا ولا اليوم؟ احنا احنا ولا ولا اليوم. الحياة؟ لا عادي سيبها مش تمام. هدخل خناقة مع اليوم. مش هادخل خناقه مع حد. انا مش هادخل خناقه مع حد، ولا في اليوم ولا في اي حاجه. موضوع ان عادي ان انت ممكن تقعد تعمل حاجات كتير عشان تعدي يومك، وفي الاخر ما يعديش. اعمل اللي عليك ايا كان هو ايه. حلو. والله الحاجات اللي عليك دي نفعت وخلت اليوم يعدي بسلاسه، وان انت تنام اخر اليوم مرتاح تمام. ما حصلش، مش هنموت نفسنا، يعني مش هنجلد نفسنا. خلاص فشلت، احاول لا تاني بكره يكلف الله وبعد. نفسا الا خلاص. وسعها وخلاص، واستسلمتي واليوم عدى على وشي خد وتمام. بالك، هو بعض انواع الاستسلام انا بحس ان هي لازم عشان تعرف تكمل تاني يوم بفول باور، وان انت تبدا من الاول. لكن لو انت بقى فضلت واقف كده مثلا في وش اليوم او الحياه عموما، لا انا اللي هكسب، انا اللي هعمل اللي انا عايزه، مش هتعدي. يعني هي خالص مش هتعدي. للأسف هو دايما بيقولوا ان الحياة مش بتديك كل اللي انت عايزه، او مش كل اللي انت عايزه هيحصل لك دلوقتي وقت ما انت عايز. فدي حاجة، دي مسلمات طبعا، واحنا بنتوكل على ربنا سبحانه وتعالى في كل مم. التفاصيل دي. بس الفكرة ان فكره عدي يومك زي ما كنا بنتكلم، ان هو اي موقف او اي سيتويشن او اي صفه ما عجبتنيش بحاول اعدي يومي معاها. زي كان في حلقات انت شفتيها زي عدي يومك مع الكذب وعدي يومك مع الزعل وي في مواقف بحاول اعدي بص، يومي هو معاها. في فرق يا شادي. احنا دايما بنخلط بين حاجه، بان انا اعدي يومي واعدي للناس. اعدي مهم. يومي، اليوم ده بتاعي، فانا من مصلحتي ان انا اعديه علشاني في المقام الاول، عشان سلامي النفسي، علشان ما اذيش الناس اللي حواليا. تمام، ده كده انا عديت يومي. لكن انا مش مطلوب مني خالص ان وانا بعدي يومي اعدي لك موقف بايخه. سواء بقى كانت صفات فيك، ان انت بتكذب عليا، ان انت ما بتقدرنيش، ان انت بتعاملني معامله مش عجباني. ففي فرق كبير. انا هعدي يوم بس مش هعدي لك. في موقفين مختلفين. ان انا ماشي ممكن النهارده اعدي لك موقف واثنين وثلاثه عشان انت صاحبي وكل حاجه، مش بس هاجي في موقف معين انا هعديك انت شخصيا مع الموقف. انا هبسيو اللي هو انا مش عايزه اشوفك تاني، انت تمام بالنسبه لي. فمش معنى ان انا مثلا وقفت لك النهارده على موقف ان لا مشي يومك وعد. لا، انا هعدي يومي، بس مثلا مش هعدي لك طريقه كلامك وحشه معايا، مش هعدي لك اسلوبك، مش مهم. هعدي لك صفه وحشه زي ما انت كنت تتكلم ان احنا في ناس الكذب اللي بيضايقها، انفاق الكلام ده. مش هعدي لك انت تعمل معايا كده. ده مش ما بحسوش ان ده نوع من انواع ان انا هعدي يومي. لا، انا كده بعلمك نوع من انواع البجاحه. اوكي، ان انا النهارده اديتك جزء من حقوقي، ان انا خليتك تيجي عليا. ليه تيجي ولا انت تيجي عليا ولا انا اجي ولا انا عليك؟ جاي يعني عليك. مش لازم حد يجي على حد خالص. بس هي الفكره ان انا النهارده لما هسيبك تاخد جزء من حقي، انت مع الوقت هتبقى شايف ان ده حق مكتسب ليك، وانت مش هتحاسبني ان هو ان انا اديتهولك فيفر مني. لا، ده انت مم. انا ملزمه ان انا كل مره اديهولك. النهارده عديت كذبه ليك، وانت يعني انا عرفت ان انت كذاب، وانت عارف ان انا عارفه ان انت كذاب. ما ينفعش بقى اللي هو خلاص ما هي عدت لي، ما انا كل يوم هكذب عليها. طبعا. او ان انت حورت عليا في وتفر الحاجه اللي مضايقاني. انا كل مره هعديها لك، ممكن اعديها لك مره بالحب، اعديها مم. لك مره بمزاجي عشان انت عندك ظروف. لكن اوفرول ان انا افضل اعديها، لا. ده انت كنت هتدوس انت واليوم على وشي. مش اليوم بس اللي هيدوس على وشي. طب ده كبني ادمين، فاحنا مش هنعدي مواقف لبني ادمين ايا كان صحاب أو ايا كان العلاقه هنعدي بينا بس ايه. بليمت يعني. هنعدي اه بس بليميت، واللي فهمته من كلامك ان احنا بنعدي بليميت لحد ما الكريدت يخلص او الكريدت يقل. بعد كده خلاص احنا صح. ايه، بتبداي تعدي لشخص بص، انا بتعامل مع الناس كلها بنظام البوينت. اساسا. اصلا يعني انا مؤخرا بقيت بتعامل بنظام البوينت. انا بعرفك انت مالكش ولا بوينت كويسه ولا حصل بوينت وحشه، حصل بس حصل. بديك، خد بالك عشان كرم اخلاقي، بديك 5 بوينت في الجانب الكويس. انت اللي بتسيبيه هو جون في الاول. اللي هو يعني شفت من دي. انت بقى كل تصرف بتعمله حتى لو حاجه صغيره، ده بيديك بوينت. فبيديك بوينت في الجزء الكويس، بيديك بوينت في الجزء الوحش. ممكن يديك في الجزء الكويس بس هديك عليه بوينت واحده، وممكن يديك في الجزء الكويس 20 بوينت. يعني انت فاهم قصدي، على طبعا حسب على حسب الموقف وعلى الموقف، حسب صح بالظبط. صح. تمام. ونفس الكلام في الوحش، ان انا في موقف النهارده ممكن اصلا هو وحش وب2 بوينت، بس انا مش هدخله.
هعديه مع الحاجات اللي انا بعديها. فانا بالنسبه لي بعد فتره باجي ابص اللي هو ايه ده انت عندك 20 حاجه كويسه و50 وحش، لا احنا محتاجين ان احنا نقف ونشوف انا ايه اللي وصلنا ان يبقوا ال50 وحشين. ماشي، ماشي لان هي دي معاكي برضو ان للاخر. انا عديتها لك. حلو، صح طبعا احنا من اول طبعا. الحاجات الصغيره ان انا عديت لك مره في مره في مره، فبقى ان انت النهارده عادي ان انت تتصرف التصرفات اللي هي مضايقاني او اذتني بشكل او باخر، فانا حاطها لك في البوينت الوحشه. طب ايه اللي خلاني اعمل كده؟ غالبا انا السبب او انت السبب. يعني اي شخص بيأذيك وانت بتديله الفرصه ان هو يضايقك يأذيك يكرر الموقف معاك، تلومش حد غير نفسك، ولا تلومه ولا تلوم الدنيا ولا الشله المحيطه، لا انت اللي غلطان اولا واخيرا. يعني كل واحد يشيل شيلته. فخلاص هاجي بقى بعد عدد بوينت معينه اتكلمت مع شادي عشان هو فارق لي. حلو. قال لي هصلح. ماشي، ما تصلحش، فضلنا بقى نفس القصه دي ان البوينت الوحشه هي اللي بتزيد عن الحلوه. شكرا جدا. ده لو بني ادم زي ما احنا اتفقنا. عجبني فكره ان احنا نبقى بنتعامل ببوينتس او مريحه بنتعامل جدا. مع كريدت. عملت حاجه حلوه كريدتك بيزيد، عملت حاجه وحشه كريدتك بيقل الى مظبوط. ان يشاء الله. لطيفه والفكره عجباني. بس في حاجه تانية فكرت فيها. في ناس بني ادمين وبيبقوا عشرة عمر، يعني تحسي ان هو طول الوقت تمام 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 تمام، وفجأة بيتغير، او فجأة انت بتكتشفي حاجة ما كنتيش بتكتشفيها. في لحظة انت بتشكي في نفسك، في لحظة ما بتبقيش عارفة هل انا اللي كنت شايفه غلط طول السنين ولا هو اللي اللي فاتت اتغير؟ دي كلها، ولا هو اللي اتغير انا اللي بالظبط. كنت مغفل ولا هو مغفلني ولا كل هو ده؟ ولا هو حصل فيه حاجة، مع انه المفروض ان احنا اصحاب او المفروض ان احنا عشرة. فلو في حاجة غيرته هبقى شايفها وهي داخلة عليه. فبتفضلي تشكي في نفسك وبتفضلي تسألي تساؤلات. طيب ده اللي هنعديله ولا ده اللي هنعدي بص، عليه؟ انا مقتنعه بفكره ان التمس لاخيك 70 عذرا. تمام، حلو. ماشي، فدي نقطه. انا النهارده شادي طول الوقت كان كويس معايا. انا قبل ما هدخل بقى في الهسل بتاع اللي هو ايه ده كان بيكذب عليا، انا اللي غبيه، انا مش عارفه ايه وبتاع. مهم. طيب ماشي، في ظروف حصلت لشادي مؤخرا مثلا خليته يعمل كده. يعني انا بكلمك النهارده ده بعد خبره حاجات، انا زمان ما كنتش كده، وكمان 5 سنين كلنا. مش هبقى كده يعني طبيعي. تمام، بكلمك في الوضع صح الراهن صح. دلوقتي. تمام، طيب في حاجه انا عرفتها عن شادي مثلا، حصل له ظرف حاجه حتى انا ما اعرفهاش، هحاول ان انا يعني ادعبس في الحته دي اول. والله شادي حصل له حاجه كبيره، احنا في مواقف بتبدو للناس اللي بره مش كبيره، بس هي بتاثر في الواحد 180 درجه. مهم. ما بيعرفش، يعني في ناس ما بتعرفش ترجع تاني الشخص اللي كانت عليه. حصل. تمام، طيب انا ما لقيتش. اوكي، ومع الوقت خد بالك انا مقتنعه بحاجه، ان الشخص الكذاب او المنافق او اللي بيتكلم عليك الايام هتلف، وانت مهما ما كنتش بتلف يعني بتدور وراه، هتجيلك على طبق من ذهب. كام حد كذب عليك وانت ما دورتش عليه والكذبه جت حصل قدامك اللي هي طبعا. ده قال لك كذا، ده عمل كذا. فتمام، انا خلاص اديتك عذر وهتجنب، ولا هديك بوينت كويسه ولا بوينت وحشه، هسيبك كده اللي هو ايه، هنهولد الموقف بتاعنا نشوف الدنيا ماشيه في ايه. لقيتك بقى ان انت بدات انها حاجات اكتشفها، ان انت ده انت كنت بتكذب عليا، ده انت عملت كذا، ده انت عملت كذا. انا هاخد ستيب لورا، انا مش هتناقش، يعني بطلت اضيع وقتي وطاقتي وصحتي ان انا انت وحش لنفسك. مهم. هتضايق من نفسي ان انا ما كنتش شخص ناضج او واعي او كده، بس برضه انا مش مقتنعه ان احنا نمشي مخونين بعض. للاسف بقى يحصل دلوقتي، ما غصب يعني عنك، غصب. اصل انا لو اطمنت وجت حاجه ضايقتني بعد ما انا اطمنت، فانا يعني هتتوجع قوي. يا ساتر يا ساتر. فبقعد طول الوقت اقنع نفسي لا يا شوز انت مش هتطمن، لا يا معلم ركز كده عشان لما بس يحصل دي مش حاجه. حياه. لا لا لا، مش مشكله، دي مش حقيقة. ده للاسف بيبوظ بعد كده. ما هو طول ما انا مستني منك، ودي كنت غلطه انا بعملها والحمد لله، يعني بحاول اشتغل على نفسي، كلنا بنشتغل على عيوبنا. اكيد. بس فكره ان انا من كتر ما انا خايف، يعني انا بكره جدا المثل بتاع اللي اتلسع من الشوربه ينفخ في الزبادي. الزبادي ملوش ذنب والله يا جماعه. خالص على فكره، انت عمال هتبوظ الزبادي يعني. ايوه، طب هو ليه؟ ملوش ذنب خالص يعني في اللي احنا فيه. انا شخص من الناس لو انا بوظت الزبادي زمان، ما طبيعي، فاهمه؟ ما هو مش معنى ان حصل لي موقف واثنين وثلاثه وحشين بقيت مخون، فبقيت خايف، فبقيت انا اتيتيودي متغير نظرا ان انا خايف، انت فانا مش طول بتعامل الوقت اجريسيف، بطبيعتي. طول الوقت حاسس ان انت محتاج، شكرا. يعني واقف في حاله دفاع عن نفسك. حصل. انت مش مضطر تعملها. زمان انا مثلا كنت شايفه خلاص شادي بيكذب عليا يبقى انا هكذب عليه. مش عارفه مين بيعمل ايه. بعدين قعدت كده مع نفسي ثانيه واحده، ما انا لو كذبت على الكذاب ونافقت المنافق وحورت على انا انا هبوظ. هبقى اوحش منهم انا كلهم. هبوظ بس. ايوه، انا مش هبقى الشخص اللي انا عارفاه، انا مش هبقى عارفه ان انا اتعامل. انت فاهم قصدي؟ فكل الكلام ده هيتعكس عليا انا مش هبقى مرتاحه، انا مش هبقى مبسوطه. انا هلاقي شخص انا مش عارفه اتعامل معاه اللي هو نفسي. تمام، وانا شايفه ان اهم شخص انت لازم تعرف تهندله وتتعامل معاه وتحبه وتفهمه والكلام ده كله وتعذره هو نفسك. لان انت لو طلعت بره الحته دي
ما تستناش من حد يتعاطف معاك وانت مش متعاطف مع نفسك، ما تستناش من حد يحبك وانت ما بتحبش نفسك، ما تستناش من حد ان هو يفهم ويقدر انت عملت كده ليه وانت اصلا شخص مش متسامح مع نفسك، وبتيجي اخر اليوم بتعمل جلد لنفسك 100,000 مره. ده كلام كبير قوي، تمام. يعني ده كلام كبير قوي 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 قوي. ده في حلقة عن ده انت مش فاهمة، ده في عد يومك مع نفسك انت بتقولي منها مواضيع كبيرة، يعني ده فعلا. طب ازاي افهم نفسي عشان اتصالح مع نفسي اصلا؟ لا ده انت ممكن يعني معلش تقعد تحاول لحد اخر يوم في عمرك ما تفهمش نفسك 100%. شكرا شكرا شكرا. بجد. لان انت اصلا بتتغير، يعني انت النهارده غير امبارح غير بكره غير الشهر الجاي غير الشهر اللي بعده. حاجات بسيطه، يعني انت مثلا ممكن تقابل حد ما تعرفوش في الشارع مره، الشخص ده يأثر فيك وانت مش مدرك ان هو بجد أثر فيك. ممكن تعرف بعد كده وممكن ما تعرفش. وفي ناس بتفضل في حياتنا طول الوقت وانت مجبر تتعامل معاهم وانت مش فاهم الناس دي قد ايه ضغط عليك، وانسى ان الناس دي بتبعد. مهم. انت بتكتشف اللي هو ايه ده في شمس، ده في هوا، ده في نور، ده في حياة. بس تصدقي انا عندي مشكله في البعد، حتى لو البعد انت بتقولي ان هو عليه مفيد، لو غير ان هو شخص يعني مش عايز توكسيك. اقول توكسيك ومش عايز اقول النرجسي ومش عايز ابدا يعني اقول شخص مش المصطلحات. كويس. بص يعني انا يعني في شويه مصطلحات كده ايه بقينا نشوفها اليومين دول. احنا بقينا ماشيين بقبلها، بالمصطلحات. كنت الاول بقبلها، بعدين حسيت ان الموضوع افور قوي، وحسيت ان الموضوع بقى يتعمم قوي، بقى اي شخص داس على الكوتش بتاعي وانا ماشي ده توكسيك، ايوه ده دي نرجسي. حقيقة. يا جماعه ما فيش كده، احنا بقينا نرمي مصطلحات على ناس غلط يعني. لا لا فركز، لا احنا بنقول والمصطلحات النفسية دي بقى ده بالظبط. او سي دي، ده مش اه حبيبي، اه دي اه. حاجات ليها تصنيفات عشان انت تصنفه، احنا انت مين انت مين اساسا. عشان نقول كده والاوتيزم وي 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 ليه؟ ليه يبقى انت شخص يعني يعني ما اعرفش، بس فكره المصطلحات فتعميم المصطلحات مش عايز اقولها. ولكن تاني انت بتقولي لي ان لما حد بيمشي بحس ان الدنيا لا نورت. انا كنت لسه بتكلم يعني كان في الزعل اني بقول ان اي شخص بيمشي حتى لو الشخص ده ما كانش كويس بالقدر الكافي، برضه لما بيمشي بياخد مننا حتة وبيسيب مننا حتة اكيد للأسف، اكيد فاهمة؟ اكيد، مش هختلف معاك وبنزعل، خد بالك، يعني انت طبعا. مثلا ممكن تبقى عارف ان في شخص مؤذي او بيضايقك، مهم. بلاش نوصل لدرجة مؤذي، ماشي بيضايقك، بيضايقك فاهمك. وطول الوقت، بس انت في حتة ممكن عشان احنا بني ادمين، غصب عني مع عشان احنا عشان اللي جوه ده قلبنا مش حجاره، يعني عادي فالطبيعي. وان انت ممكن في عز ما انت مش طايق ومبسوط ان انت خدت نفسك تكتشف ان الراجل ده كان ليه موقف قد كده، حصل. وتبدا بقى من جوه طب يعني انا كنت ممكن، لا يا حبيبي ما تدلوش فرصه يعني. الموضوع مش كده، بس الطبيعي ان احنا نزعل. انا مش شايفه ان هو طبيعي، والطبيعي ان احنا نتغير، والطبيعي ان كل واحد بيتعامل معاك يا بيزود لك يا بيشيل منك حته. مهم. حصل. ده عشان كده انت النهارده مش زي من 5 سنين، مش زي 10 سنين قدام. انت لو جيت بصيت لشخصيتك الرو اللي وانت بتتعامل مع باباك ومامتك بس قبل ما تتعامل مع العالم الخارجي، تكتشف ان انت كنت حد ما فيهوش 3/4 اللي فيك النهارده، وهتكتشف ان انت كان عندك طموح واحلام ورديه وحاجات يا كوكو. في عالم تاني. انت مع كل ستيب بتاخدها، مع كل مكان بتروح تشتغل فيه، مع كل ناس بتصاحبها، مع حتى لو انت قعدت مع ناس مره او مرتين، هم مش ناس في حياتك بس هتلاقي ان هم اثروا عليك بشكل او باخر. انت طبعا. ممكن وانت قاعد مع حد يحكي لك حكايه ولا تمت ليك باي صله، بعيد قوي عنك، وانت اول ما تسمعها ما تبقاش اصلا مديها اهتمام، اللي هو ماشي بجد معلش طب ربنا معاك، ما الكلمتين اللي أثرت احنا فيك بنقولهم. طبعا. تكتشف بقى بعد سنتين 3 ان انت حصل معاك موقف فجاه، لمبه نورت، الموقف اللي اتحكى ده ممكن يبقى بيساعدك ان انت تبص على الموضوع من بره، لان احنا طول الوقت واحنا جوه الموضوع واحنا طرف فيه مش هنبقى شايفينه كويس، مهم. مش عارفين نحكم كويس. ساعات بنحكم كويس بس هو مش الطبيعي. الطبيعي ان انت تحاول ان انت في مشكله عندك او موضوع او حاجه، اقف بعيد، خد اكتر من خطوه بعيد عن الموقف، بص على الموضوع على الصوره كامله. مش بنعرف احنا مش نعمل بنعرف ده. دايما نعمل مش كده. بنعرف نعمل ده. عشان كده معظم الناس اللي بتحكي، خلينا نقول ان الناس اللي بتحكي ان كان بقى المشاكل ايه، مشاكل ماديه، مشاكل عاطفيه، مشاكل شخصيه مع صحاب، بس انت مش هتعرفي تبصي على مشكلتك من فوق، او صح. مش هتعرفي تبصي عليها هليكوبتر سبوت. صحابك او اهلك او حد شايف الموضوع من فوق تلاقيه هو دايما اللي بينور لك بس هي الحاجات. المشكله ان الناس دي مش دايما بتبقى بتحكم فير، لا او مش مش بتقول بتحكم لك فير. الموضوع، مش بتوصل لك الصوره صح. لا هقول لك على حاجه، ما هي مش بتحكم فير عشان انت ما كنتيش فير في الحكايه. يعني انت جاي تحكي لي مشكله، تمام، مشكله حصلت مع حد، اوكي. تمام، انت هتحكيها لي من وجهه نظرك وهو طبيعي. يحكيها من وجهه نظره. ما هو ثواني بقى، ما انا ما سمعتهاش منه. ما انت لو جايه تحكي فهماك. لي انت لو جايه تحكي لي مشكلتك هتحكيها لي من وجهه نظرك، فانا هبدا ابص على الصوره من فوق على حكاياتك او على اسبير ما انت حكيتي لي. هبدا من اديكي البوينت اوف فيو بتاعتي نصايحي، انا. طبعا هبدا اديكي نصايحي او هبدا اديكي حلول من وجهه نظري على اللي انت حكيتيه.
للاسف ده مش هيبقى فير، او ده مش هيبقى حتى مفيد ليكي انت شخصيا، عشان اصل انا ما سمعتش من الطرف التاني. يمكن لو كنت سمعت منه كنت هعرف ارسم الصوره كامله. اوكي. ف بس انا ما قصدتش دي، يعني اوكي انا قولي لي. معاك في دي توتالي، بس انا بتكلم في حاجه. انت النهارده ليك 2 صحابك ولدين، حلو. انت حاضر الخناقه اه. من اولها، تمام. ماشي، وبصيت بقى من فوق، انت خلاص حصل. باصص كده وحاضر، يعني ما حدش حكى لك حاجه، انت كده اوريدي تمام، كنت في كده انا معاكي. مش كل الناس بتبقى امينه طبعا. في ان هي تقول لك يا اعمل وما سلام. تعملش. ساعات في ناس تبقى اللي هو ايه، اه يا شادي ده غلط فيك ما تعملش كذا، هو عارف ان الغلط مش بقدر الرد الفعل اللي عايزك تاخده، بس هو مش عايزكم تبقوا صحاب دي مثلا. كبيره، دي دي يعني دي كتيره، بين السطور دي خد خالص، بالك، هي دي فاهمه؟ كتيره، يعني مشاكل كتير تكتشف ان اللي بوظها طرف ثالث. مش طرف تالت كان حاضر المشكله من الاول، مثلا مش طرف تالت انا حكيت له وانت حكيت له فما بقاش عارف يحكم كويس، لا، هو كان طرف تالت وعارف، بس هو ملوش مزاج. في ناس بجد بجد، يعني زي ما في ناس بتعمل من الخير غير اي وترميه مصلحه البحر، شخصيه. في ناس بتعمل الشر وحياة ربنا ومش مستنيه عليه اي حاجه، اللي هو وبتحس ان بنوع من انواع الايه التلذذ كده، اللي هو الناس بتتخانق، اللي هو ده انتوا ابليس بيسقف لكم فوق يا جماعه. الموضوع فعلا ويرد. فاصلا لو دخلنا في القصه بتاعت العلاقات الانسانيه دي، احنا هندخل في دايره مغلقه عشان نطلع طبعا. منها. وكل يوم هتكتشف حاجه انت ما تعرفهاش عن نفسك، تكتشف حاجه، مواقف مثلا، طب انا كنت اعدي كذا ما عديش، ما اعرفش. فانا بقيت بحاسه ان احنا ما ينفعش بقى نبص اللي هو انا عندي مشاكل كتير، طب حل المشكله بتاعت الساعه دي، بعد حلو. الساعه دي الساعه اللي بعدها، الساعه اللي بعدها، امشي ستيب باي ستيب. يعني مش لازم تاخد الحاجه كلها وان انا احلها وان انا جامد لا، عادي. حتى لو انت كنت اجمد واحد في العالم، هيجيلك وقت انت ما عندكش باور، مهم. انت محتاج لما توصل للليفل ده تعملش حاجه، تعملش حاجه بجد. يعني احنا السوشيال ميديا بقى دايما مصدر لنا فكره ان انت لازم تعمل انجازات عظيمه في يومك. لا، انا مش لازم اعمل انجازات عظيمه في يومي، انا ممكن اصحى واقعد قدام التلفزيون واشرب حاجه بحبها، وده حاجه تبقى حلوه قوي. احنا ما بقيناش appreciate الحاجات الصغيره. يعني في جيل اصلا، اجيال طالعه اللي هو أيوة، ايه الانبساط ان انت قاعد بتسقسق البقسماط في كوبايه الشاي ولبن؟ انتوا بتهزروا؟ ده انت كنت بتستني الاجازه بتاعه المدرسه عشان تصحى الصبح بس ما تعملش حاجه. فالحاجات الصغيره دي، انا حاسه ان الحاجات دي، ان انت تبقى ابريشيت لكل حاجه صغيره، دي اللي هتخليك تعدي يومك، دي اللي هتخليك متقبل نفسك بشكل ألذ، دي اللي هتخليك ان انت لما يبقى عندك مشكله مع نفسك، واحنا كلنا فينا مشاكل، تشتغل عليها، تشتغل عليها. لان بحس ان نوع الناس اللي بينكر، يعني الشخص اللي بينكر ان انا عندي مشكله، لا انا مش عصبي، لا انا مش بطول لساني، لا انا مش بعمل، لا انا مش بعمل، مهم. هو يا حبيبي فاكر ان هو لما يقول انا عندي مشكله، ان هو هيقل في نظر الناس او هيقل لا في نظر بالعكس، نفسه ده او بالعكس ده 50% من حل المشكله اساسا، ان يعني انت تعترف بيها. ده حقيقي. تمام، انت عمرك ما هتعرف تعترف بمشكلتك لو انت مش متصالح مع نفسك، لو انت صح. مش متصالح ان عادي يا جماعه ان انا شاطر جدا، طول عمري شاطر، بس انا دلوقتي مش قادره اذاكر. انا طول الوقت شخص بدعم شادي وبدعم فلان وبدعم وبروح وباجي. شادي كلمني في مره قال لي عايز حاجه، انا بجد تعبان مش قادر اعمل لك ده. مهم. انت لو انت بقى بقيت ممتن للحاجات الصغيره، عادي ان اليوم يعدي ما فيهوش انجازات عظيمه. اليوم العادي احنا بقى عندنا مشكله فيه، ايه ده انت ايوه عملت ايه النهارده؟ بس ما بس يا جماعه في، هو انا لازم انزل يعني الف حوالين العمارات كل يوم، لازم اطير؟ لا، عادي، عادي. احنا ممكن ناخد الموضوع ايه يعني، سلو داون شويه، الدنيا هتمشي، هتبقى عارف تحل مشاكلك عشان تعدي يومك. يعني مثلا من ضمن الحاجات اللي بتخلي اليوم يعدي بسلاسه، الروتين اللي احنا مؤخرا برضو ظالمينه. اوعى تبقى شخص روتيني، ايه انت ده؟ عارف لو شخص روتيني ده، ما بقول لك، هي كل حاجه يعني ليها وجهين، لا وجه حلو اسمع ووجه منك وحش. موضوع الروتين ده ماشي، جدا. موضوع الروتين انا الروتين انا بيقتلني الحقيقه. اوكي، انا شخص بقول لك ان الروتين بيقتلني وما بحبوش، بس اكتشفت ان في روتين صغير انت لو حطيته في يومك كل يوم هتكتشف ان يومك بيعدي كويس، مش بيعدي عادي. مثلا انت دلوقتي لو انت ثبت ان انت بتصحى الساعه كذا، وكل يوم الصبح انت بتاخد ساعه لنفسك تعمل حاجه تشربها، تسمع مزيكا، تقرا اخبار، الحاجه اللي هي بتخليك ان انت مبسوط، انت لو ثبت الساعه دي كروتين كل يوم، مهم. انت هتكتشف ان وانت نازل تواجه العالم انت اهدى شويه، غير ان انت تصحى تنط، انت مش عارف انت هتعمل ايه النهارده، تطلع تجري على الشارع، صح فشخ. تطلع تجري على الشارع، مش فاهم انت بتجري ورا ايه ولا ايه، انت هتصحى متعصب متعصب. تمام، ثبت روتينك، ثبت. انا مش بقول لك ان انت كل يوم تبقى مكنه، مش بقول لك ان كل يوم روبوت بقى تصحى في ميعاد معين تعمل، لا خالص، بس بتكلم ان روتين حاجات صغيره. الروتين بتاع الصبح، بتاع بالليل، خلاص انا اليوم خلص بحلو بالوحش، انا هروح اخد شاور، افتح اي فيلم او اي حاجه ملهاش 30 لازمه، واقعد افصل دماغي. هتكتشف ان انت لو استمريت على الروتين ده مثلا، او مش بتكلم ان ده الروتين لازم الناس كلها تثبته، انا بتكلم روتين مثلا بيريحني، انا برجع من مهم. يوم شغل تعبانه او يوم فيه مشاكل او انا بالليل عايزه اجي ما اعملش حاجه،
انا بالليل عايزه اجي ما افكرش في حاجه، انا عايزه اقفل الموبايل، مش عايزه اشوف ولا سوشيال ميديا ولا بني ادمين ولا اشوف مسجات، ماشي، واقعد افصل. انت لو ثبت ده هتكتشف ان انت صاحي تاني يوم اهدى عن ان انت تروح كلت ونمت لا، في روتين صغير انت لما تعمله تكتشف ان هو بيخليك مبسوط. في واحد حد تاني هيثبت ان هو كل يوم يروح الجيم، هيأثر على صحته النفسيه. يثبت ان كل يوم يتكلم مع يوم بعد يوم يتكلم مع واحد صاحبه هو بيرتاح معاه. ايا كان نوع الروتين هيناسبك انت. يعني دي حاجه كاستمايز، دي حاجه كاستمايز انت هتعملها ليك انت، مش ليا، مش لحد من اللي قاعدين، لا. وخد بالك الروتين ممكن يتغير. لا انت الحقيقه غيرتي فكرتي عن الروتين قوي، انا لسه بقول لك بيقتلني حبيته في 5 ايوه، ثواني. لا فكره فلا الروتين ده، انا غيرتي النهارده فكرتي عن اللايف الروتين ستايل بجد. بتاعي، انت النهارده عندك شغل في مواعيد معينه في حاجه معينه، انت بتشتغل شيفتات حتى، تمام، انت ممكن تيجي في الوقت ده. انا الوقت اللي هيبقى عندي فيه مثلا نايت شيفت او حاجه، انا هعمل واحد اتنين تلاته. فالحاجات دي انت مع الوقت هتكتشف ان دي بقت الكومفورت زون بتاعتك. دي حاجه انت بتهرب لها، وهي حاجه مش مكلفه خالص، مش لازم تعمل حاجه عظيمه، بس تكتشف ان هو تمام. ده روتين. مش بكلمك بقى في الروتين ان انا اروح نفس الشغل، اقابل نفس الناس، اعمل نفس. انا مثلا لما بخرج مع اصحابي انا مش عايزه اروح نفس الاماكن اللي بنروحها كل يوم، ده روتين اه ده انا مش روتين عايزه اعمله. طبعا. انا عايزه اروح مكان ما شفتوش قبل كده، حتى لو مش هتبسط فيه، بس نوع من انواع ان انا جربت المكان التجديد. ده، ممكن اتبسط. يعني مش يمكن اجرب يطلع ما هو ينفع بقى. بالظبط عشان كده بقول لك انا بقى محتاجه كانت اجرب. فكرتي انا ما بحبش الروتين، او انا الروتين المعتاد بقى اللي الناس فاهماه ان انا انزل كل يوم اعمل نفس الحاجه واشتغل نفس الشغلانه واقول نفس الكلام واروح في نفس الميعاد واقعد. لا. خد بالك انت غصب عنك شئت ام ابيت في حاجات انت بتعملها روتين. انت اه مثلا طبعا. النهارده لو عندك ولاد انت مجبر كل يوم هتوديهم المدرسه، ده حصل. مش اوبشن عندك. حصل. انت لازم توديهم حصل. عشان دي، ده روتين ممل ما بتحبوش، ماشي، بس هو جزء من، يعني ده حاجه في الجوب ديسكريبشن بتاعك وانس ان انت بقيت اب. انت فاهم قصدي؟ في حاجات تانية انت ما بتحبهاش، ماشي. احنا يعني مين قال ان احنا المفروض ان احنا حياتنا كلها تبقى كل الحاجات اللي احنا بنحبها؟ خالص. احنا لسه كنا بنقول في اول الحلقه ان الحياه مش بتدينا كل اللي احنا عايزينه صح. وسلافي، ولازم نبقى راضيين ومعترفين بده عشان نعرف راضيين. نتعايش. طبعا طبعا الرضا ده اول حاجه في الدنيا ده. احنا بنقعد طول الوقت نحارب عشان نبقى راضيين، صح. وساعات ما بنبقاش راضيين عشان احنا بني ادمين عادي، يعني ما. لا بس لازم نشتغل على ده. يعني بص هقول لك على حاجه. يعني موضوع الرضا انا شايفه ان هو بيجي من اولا الثقه بالله سبحانه وتعالى. يعني ده اولا انت لو واثقه في ربنا سبحانه وتعالى 100% زي ما طبيعي ان كلنا عاملين كده هبقى راضي. يعني لا قدر الله حصل لي مشكله انا راضي الحمد لله لا، على هو كل حاجه. الرضا اللي هو يعني 100% ده انت بتوصل له لا وانت مش. مفيش رضا 100%. انت كده لا، بص. في الناس بقى اللي هم فاهم، دول فوق قوي مش لا معانا. يعني اصل الواحد يبقى راضي بكل اللي فيه ده تمام، بس تبقى يعني زعلان، زعلان دي حاجه طبيعي. غير دي. ايوه. طب فاهمه. فاهمك طبعا. عندي طموح ده ملوش علاقه بالرضا. زعلان من موقف او زعلان من كارثه حصله لي ده ملوش علاقه بالرضا. حقك يعني الرضا بالمقسوم عباده. طبعا. ده مبدئيا. فايه تاني عن الرضا زي ما قلت لك ملوش علاقه خالص انا مبسوط او انا زعلان او انا طموح او انا لسه طموحي ما تنفذش بلا بلا بلا. ده معدي لي يومي. معدي لي يومي اني بقول الحمد لله وبكره احسن وتمام. مش هعدي مشاكلي مع بني ادمين او مش هعدلهم. هو يا هتكلم معاه يا هقلل من الكريدت بتاعه تمام. بس في حاجه مهمه قوي ان انا روحت البيت خدت شاور قعدت على السرير. ودي اكتر مشكله بتواجه. اوفر ثينكينج. شكرا حبيبه قلبي. شكرا جدا اوفر جدا ثينكينج. جدا. بالظبط. ايوه. عديت البره عديت في الشارع وعديت الموقف اللي ضايقتني وانت ضايقتيني فقلت لك كلمتين والكريدت بتاعك قل شويه وخلاص وانا مشيت روحت البيت عايز انام. بص، اول حاجه ان انت اصلا لو ليك حته الروتين بتاع بالليل دي، ايا كان روتينك ايه، على فكره ماشي. انت مثلا واحد ممكن يبقى الروتين بتاعك تروح تلعب مزيكا. انت دي ماشي. حاجه هتفصلك من العالم وهتدخلك العالم بتاعك، فتمام. دي حاجه هتخليك ان انت اصلا تقلل الاوفر ثينك شويه. احنا هنقلله، احنا مش هنلغيه عشان ده حلو. ده مش اوبشن موجود. اوكي، في حاجه انا مثلا، انا هتكلم على شخصيتي، انا مثلا بقعد ادور كل يوم من اول ما اصحى لحد ما انام على جود ساين، على جود فايبس، على حاجه تخلي اليوم لطيف. يعني مثلا النهارده صحيت لقيت الدنيا مغيمه شويه، فرحت بقى اللي هو الصيف، مفيش حر، انا عارفه ان هي حاجه تبدو عبيطه، بس هرجع لك للنقطه بتاعت ان انا بقول لك ان احنا لازم نبقى ابريشيت الحاجات الصغيره. ماشي. انت لو ما بقتش ممتن لكل حاجه صغيره مش هتحس بالحاجات الكبيره. يعني زمان مثلا انت لو اي حد خارج من البيت عندك ورجع جاب لك شوكولاته، يعني يا سلام. انت خلاص يعني يو ميد ماي داي. طبعا حصل. النهارده انت بتبقى مبسوط نفس الانبساط ده؟ لا، انت اصلا ممكن تقول له ماشي شكرا وتاخد،
مش كير اصلا الموضوع ده. مم. فكرة ان انت لو ركزت تتبسط بالحاجات اللي كانت بتبسطك الصغيرة، هتكتشف ان دي بتخليك اولا تعدي يومك، ثانيا بتزود الحتة بتاعة الرضا عندك، اللي هو لا ده اليوم كله ما كانش وحش، ده النهارده قابلت واحد انا ما قابلتوش من 15 سنة، مم. ده النهارده في حد عديته الشارع قال لي شكرا ربنا يخليك، عارف الحاجات اللي هي العبيط، ده النهارده دخلت السوبر ماركت لقيت نوع الشوكولاته بتاعي اللي انا بحبه ما عدتش الف عليه، النهارده عملت كوبايه قهوه كانت رهيبه. انت محتاجه تقعدي مع نفسك كتير تقنعي نفسك انك ترجعي تتبسطي بالحاجات دي. انت محتاج تشتغل على نفسك، مش طبعا تقعد ماشي، ما هو طبعا، الموضوع هي ده دي الفكره. هيجي ان انت تبدا. طول ما انت ما بتبداش وشايف ان الموضوع لا ده كبير وصعب، عمرك ما مهم. هتوصل. ما هو اي حاجه، انا مثلا شخص كنت عصبي جدا جدا، يعني اوت اوف 10 انا كنت 20 اصلا. انا اشتغلت وما زلت بشتغل على نفسي عشان ما ابقاش شخص عصبي. هل الموضوع كان سهل؟ لا. طبعا لا. هل الموضوع ان انا بكنترول في موقف انا المفروض انفجر فيه ما بنفجر؟ لا. بس تشتغل، ابدا، ابدا بس اول ستيب، وانت هتلاقي بتكر حاجه مهم. بتجيب حاجه بتجيب حاجه. فكل اللي احنا بنتكلم فيه ان انت تبقى راضي، هي نفسها ان انت تعدي يومك، هي نفسها ان انت تبقى مبسوط مع نفسك، عارف تتعايش معاها لوحدك. مش لازم ان تبقى قاعد مع حد عشان يخليك مبسوط، لا انت لازم تبقى وانت قاعد مع نفسك عارف ازاي تخلي نفسك مبسوط بحاجات بسيطه. احنا مش محتاجين حاجات رهيبه عشان تخلينا مبسوطين. صح. احنا بس مؤخرا السوشيال ميديا وانواع من اللايف ستايل بقت قدامنا، مخلينا محاسين ان احنا لازم عشان تتبسط لازم تروح تتغدى في المكان الفاتوره بتاعته 20,000 جنيه، لازم عشان تروح تغير جو تروح تقعد في مش عارفه في الاوتيل الانهي. لا مهم. ماشي تمام، دي ناس ده مستوى معيشتهم، ده مستوى، ماليش دعوه. انا بقى فين؟ انا بظلم نفسي، انا بظلم نفسي لما اقعد اقارن، مش بحد، لما اقارن عموما. انا لما بقارن نفسي انا النهارده خبرتي مثلا ب10 سنين فاتوا، واقول انا المفروض ما كنتش عديت الموقف، انا بظلم نفسي، لان انا من 10 سنين ما كانش عندي الاكسبيرينس الكفايه اللي انا بتكلم النهارده وانا ساند ظهري. انا ده المفروض اسمه كنت جلد اتصرف. الذات. ما هو انت لازم توقف ان انت تعمل ده، م- تحاول ماشي، تشتغل. حلو، ما بالظبط عرفتش تروح بالظبط. لحد يساعدك. يعني انا مقتنعه جدا بدي، انا النهارده حاولت مره واتنين فشلت، اروح لحد يساعدني، مش عيب ولا حرام. بس حد احنا يساعدني از ثيرابيست ما يعني. على حسب بقى انت عايز تروح تتكلم مع سيرفيس، انت عندك شخص انت واثق ان هو بترتاح في الكلام معاه، حد صاحبك او صاحبتك، لازم تلاقي واي للكلام ده كله. لازم تبدا الستيب بتاعت انا حاسه نفسي عشان نفسي، انا هظبط الموضوع ده. ماشي، انا مش حاسس، سوري يعني انا قطعتك، بس لا انا مش عادي، حاسس ان الواحد عشان يشتغل على عيوبه محتاج ثيرابيست او مش محتاج لازم. خالص. اصل احنا بنتكلم ان انت مش مثلا انت مش عارف تعدي اكتئاب او مش عارف تعدي حاجه، لا انت مش عارف تشتغل على عيوبك ومش عارف تشتغل على نفسك، لا انت هنا عندك مشكله. انت مش عايز تواجه نفسك. مفيش حد لو اعظم ثيرابيست في الدنيا هيعرف يساعدك لو انت مش عايز تساعد نفسك، او انت بالظبط. شخص توكلي، او اسمها توكلي او التوكالي، ان انت بتتكل على الناس، اللي هو يا جماعه انا عندي مشكله، حلوها لي. حلوها لي. مالك يا معلم؟ لو اعرفها، طيب اعرف مشكلتك واعترف بيها واقعد حلها. فالشخص ده اللي هيروح يدور على ثيرابيست عشان يحكي له ويحس ان هو عمل اللي عليه، اللي هو بقول لك ايه، لا هو مش اللي عمل عليا، انا لو انت رايح عشان تقول انا عملت اللي عليا ما تروحش. ما بالظبط. طيب ما هو عشان انت تحس انك عملت اللي عليك، لازم تبقى انت اشتغلت بجد على نفسك، وبدات. عرفت عيوبك، بصي فكره اصل انت مش هتروح للسيرفيس تقول له والله بقى ايه حلني فكني، لا يا انا حبيبي مش طب. عارف انام بسبب الاوفر ثينكينج. طب يعني هنعمل ايه؟ طب ايوه انت بتفكر في ايه بالليل؟ ما اعرفش. انت بتعمل، ما اعرفش، امال مين اللي يعرف يا حبيبي؟ نجيب حد كبير. لا التفكير في ايه بالليل ده، الاوفر ثينكينج ده حكايته حكايه يعني. في منه طبعا شق كبير جدا 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 في الحته اللي انت قلتيها بتاعت جلد الذات، اللي هو ايه، يا ريتني رديت على الموقف الفلاني بالكلمه الفلانيه، صح. ويا ريتني ما ردتش على الموقف وانا لو كنت الفلاني. قلت كذا ما كانش هيحصل كذا، ولو والمشكله كنت ان بيجي عملت. ساعات مواقف من اولى ابتدائي، اللي هو يعني مش ضروري مواقف ما حصلت كنتش اول بفهم امبارح الجمله والنهارده. بتاعت لو بتفتح عمل الشيطان لحد ما اه. بقى في حاجه اسمها اوفر ثينكينج. فاللي هي حبيبتي ما هو عدى، ما بقول لك انت بتجلد ذاتك، اللي هو انا النهارده حصل موقف انا اتصرفت فيه بالخبره بتاعتي وبالوقت اللي انا كنت فيه. وبعدين هقول لك على حاجه، موقف النهارده ممكن يحصل انا لما اروح البيت اكتشف ان هو كنت ممكن اتصرف فيه احسن من كده، بس في طبعا. عنصر المفاجاه يا جماعه، احنا ليه بننكره؟ يعني انا اتفاجئت بموقف، انا ممكن النهارده انت عملت معايا موقف، انا من كتر ما انا متفاجئه ان شادي عمله معايا مهم. مش عارفه اخد اكشن معاك. أها. انا ايه ده، شادي عمل كده بجد؟ فانا فضلت بقى في الحته دي لحد ما الموقف خلص. حلو. روحتي البيت لقيتي الاكشن الصح اللي كان المفروض يتاخد، قدر هتعملي الله ايه؟ ما شاء فعل، لا بس يكلف الله، خلاص. حلو. انا واصله الحته بتاعت ماشي ها وبعدين. مم. لا اصل انا قعدت يعني ايه فيزز كتير في حياتي في الاوفر ثينكينج، طب وبعدين انا في ايدي حاجه اعملها؟ يعني انا بقيت بوصل مثلا ايه، انا دلوقتي كسرت الكوبايه دي قدر الله ما شاء فعل، انا بايدي اصلحها؟ لا. طبعا لا. انا غير بايدي الواقع يعني.
بالظبط، انا مش هقعد اجلد نفسي على حاجه. عارف لو حاجه ينفع تتغير هقوم إمم، حالا اغيرها، هقوم ابدا فيها ان انا اغيرها. لكن حاجه حصلت، هي إمم. حصلت خلاص، هقعد بقى يعني هقعد اعيط عليها؟ لا. هاحاول أحلها، ما اتحلتش ما هحاول، وممكن اسال حد بثق فيه، ممكن اسيرش اصلا، يعني ممكن جوجلت ان انا اشوف مثلا ايه المشاكل دي حل ازاي. بتلاقي اصلا بيبرز بتتكلم عن مشاكل نفسيه كتير، اهم. ممكن تلاقي سطر بيتكلم عنك. آه طبعًا، طبعًا، طبعًا. تمام، فيربط لك حاجه معينه حصلت عندك، فهتعرف تساعد نفسك. لكن حاجه، اقول لك على حاجه حصل كده، ها، انت كنت جامد جدا والزمن رجع بيك ورديت في الموقف الرد التحفه، ايه اللي حصل؟ زدت حته؟ هو ناقص حته؟ لا. في موقف بكتشف اللي هو ايه، انا بجد كان لازم اعديها فعلا. يعني مثلا مواقف حصلت بكتشف اللي هو انا ازاي ما ردتش وازاي فاهم. بعد ما الوقت بيعدي بكتشف اللي هو انا كويس ان انا ما ردتش، انا كويس ان انا ما دخلتش نفسي في الحته بتاعت انا هدخل بقى في خناقه مع شادي ونشوف مين اللي صح. في بعض المواقف ان انت تكسبها، يعني في جمله بتقول لك كسب القلوب احسن من كسب المواقف. ده ما ينفعش مع الناس كلها، ومش كل الناس انت لازم تعمل معاها كده. بس انا ساعات بحس الموقف اللي هو تمام هيقولوا عليا كنت شاطره، ماشي انا شاطره وانا شايفه نفسي شاطره، انا مش محتاجه ان انت تقعد بقى تقول لي لا. انا مش عايزه ازنقك. يعني من ضمن برضو الحاجات ما تزنقش اللي قدامك. إمم. انت ما تعرف، انا دلوقتي عارفه ان انت كذاب، جيت واجهتك مره ما تزنقش اللي قدامك. أبقى فاهم وأعمل إني انت مش بقى فاهم اصل وأعديها. انت هتزنقه، انت خسرته بشكل وحش. عايز أها. تخسره، خد بعضك وامشي. احنا دايما ما أنا عندناش كنت حل باعمل فكره خد كده. بعضك وامشي. لأ لا يا حبيبي، خد ثواني، بعضك ثواني، وامشي. أنا كنت باعمل كده واكتشفت إن أنا اللي باطلع غلطان. اطلع غلطان لأ، طب وعلى إيه؟ على إيه عشان لمّا أنتِ اللي دماغك. تبقي غلطانة وعشان انت ما غلطان ازنقكيش. من وجهة نظر مين؟ قدام مين انت غلطان؟ سيبِك من قدّام مين، يا ستي قدّام نفسي، قدّامه هو أنتِ تبقي غلطانة فيّا أو غلطتِ وكذبتِ عليّا وأنا عارف إنِّك عملتِ ده، فخدت بعضي ومشيت. لا، ما هو مش من، انا بقول لك ما مش تزنقش اللي من قدامك. أول بالظبط، هي مش من اول مره. فاهمِك. انا واجهتك مره، رجعت كذبت، رجعت عملت موقف مش حلو، فضلت اواجهك مره في اتنين، انا خلاص انا وصلت لمرحله انا عارفه ان الشخص قدامي كذاب. الشخص اللي قدامي ده بيكيل بمكيالين. خلاص انت عارف يعني، انا عارفه وانت عارف ان انا عارفه وانا عارفه ان انت عارف ان انا عارفه. حلو، فلمّا خلاص تمشي ومن غير ما تقولي مش اللي فارق هو دي لي. اختفت ومشيت ومش بص يا عارف. شادي، اللي عايز يشوفك وحش لو حرفيا اديله صوابعك ال10 كده عشان طبعًا، ينوروا له هيشوفك وحش. صح، اللي عايز يشوفك حلو برضه هيشوفك حلو، هيلاقي لك الاسباب. صح. انا بتكلم على ناس في الاكستريم. إمم. احنا كلنا فينا حلو وفينا وحش، وفي مواقف بنعملها الناس شايفاها ان هي حلوه، بس انت بينك وبين نفسك عارف ان الموقف، عارف ان والعكس الموقف ده صحيح، مش حلو. وبيحصل والعكس، العكس طبعًا. اللي انا بتكلم فيه انا مش مضطره ابرر حاجه لحد، مش مضطره اعمل حاجه. انا لازم ارضي نفسي وارضي ربنا وارضي الدايره بتاعتي الصغيره قوي، اللي هي اللي كل ما بنكبر هي اصلا بتصغر. بس اللي انا بتكلم فيه، انا مش لازم اطلع صح. إمم. انا عارفه خلاص، انا دلوقتي واجهتك مره واتنين وانت كملت، خلاص مش هضيع. بجد هتكتشف ان انت بتضيع طاقه حصل. كبيره جدا. وانت بعديها ممكن بقى تقعد تلوم نفسك اللي هو ايه، انا ضيعت وقتي معاه، انا المفروض ما كنتش اقول له كذا، انا المفروض ما كنتش اعمل كذا. خلاص، انت عايز تشوفني وحش، ماشي. ده هيغير فيا ايه؟ ولا غيرني حاجة. انا لأ طبعًا. خلاص، مش انا وحش وانا طلعت السيء في روايه احدهم، شكرا جدا جدا جدا، ما تعاملش معايا تاني. لكن غالبا انت بتلاقي اللي هو قال عليك ان انت وحش وان انت الشرير وان انت فاهم، اللي عامل كل حاجه وحشه. إمم. تلف الايام هو اللي جاي يكلمك او جاي يعمل معاك موقف او خبط في موقف او وقع بلسانه قدام حد، ده شادي عمل معايا كذا، ده مرامي عملت معايا كذا. دول ما كانوش وحشين بالقدر اللي انت صورته. يعني ما كانوش اشرار للدرجه دي، كان فيهم كويس كان فيهم وحش. الدنيا، انت فاهم هي بتكلم في ايه. أنا اتخضيت إن بقى حتى كلمة طيب وشرير بقت نسبية دلوقتي، يا جماعة الناس بتقول على الطيب عبيط. مثلًا والشرير ناصح. احنا النهارده بقينا بنغير مصطلحات لحاجه. انت النهارده نصبت عليا، شفت الفهلوه؟ لا دي مش فهلوه، ناصح دي طبعًا سرقه. ذكي. وناصح دي يعني انت بتعمل حاجه حرام وحاجه غلط، لا دين يقبلها ايا كانت الديانه ايه، ولا مجتمع يقبلها. انت اهم. فاهم قصدي؟ بس احنا كل شويه المعايير بتختلف عندنا. يعني ابسط حاجه، زمان كان في حاجات ممنوع نتكلم فيها، النهارده بقى في ناس في تيك توك بتفتح فيديو تتكلم عشان في حاجات تتكلم في وتوبكس انتوا المواضيع دي بتقولوا بس. ايه. طبعًا. المجتمع تقبلهم؟ مش كل المجتمع، بس طالع اجيال شايفين ان ده العادي. للأسف آه، للأسف آه. انا النهارده عارفه ان ده غلط وانت عارف ان ده غلط،
جيل كامل عارف ان ده غلط، بس في اجيال النهارده طلعت شفت ايه المشكله لما انا افتح اكلم الناس بالبيجامه؟ ايه المشكله؟ صحيح، ليه لا لا؟ هي دي مشكله يا حبيبي، عشان احنا ما بنفتحش بالبيجامه لحد، باب بس الشقه ده هو شاف بنفتحه. ده، هو بس فتح، هو شايف ان شاف، ما حد شافش ما غير ده. يعرفوش فاتح كاميرا على تيك توك وبيعمل لك فيديو من اوضه نوم ببيجامه، لسه صاحي او صاحي من النوم وشكلكم حبايبي ليه؟ ايه الكونتنت اللي انتوا اتحزقتوا فيه قوي مش عارفين لحد ما تغيروا هدومكم؟ مفيش. فانت طلعت ناس ان عادي، فاحنا كل شويه المعايير تتغير. طب احنا فين البيز اللي واقفين عليه؟ مفيش. فانت كل اللي هتقدر تعمله انت تخليك في نفسك وفي دايرتك الصغيره. احنا دلوقتي اصلا ممكن في القعده دي يسال شفت دول جادجمنتال على ناس وبيعملوا ايه؟ حبايبي لا، في بالعكس. بيزك. انا النهارده ما ينفعش لما اجي اقول لك والله التيشيرت ده مش عاجبني ما تلبسوش تاني، ابسط حاجه انت مالك، ماليش فيه. لكن لما اجي النهارده اقول لك ان انت بتعمل تصرف هو هيأثر على ابنك او بنتك اه او كذا، او هيسيء ليك او هيسيء لينا كشركه او كجروب اصحاب او لا، لان انت المفروض حريتك بتنتهي عند حدود حريه الاخرين. احنا نسينا الكلام ده، احنا نسينا البيزكس كلها، احنا نسيناها. فالحل ايه؟ الحل ان كل واحد هيخليه في نفسه قوي، يخليه في نفسه، حلوه قوي دي. يشتغل على نفسه. يعني اصل خد بالك انت لو من اول ما صحيت لحد ما نمت فضلت مركز مع نفسك، والله 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 ما هتبقى فاضي تشوف مين راح ومين جه ومين عمل. لان انت لو صحيت حتى لو انت ما بتشتغلش ماشي، ما وراكش اي حاجه غير حاجتك الشخصيه، انت قررت نفسك. مثلا ان انا من اول ما اصحى لحد ما انام انا هشتغل على نفسي والحاجات اللي تخصني، هركز في صحتي، هركز في انا عايزه اتعلم ايه واروح فين واجي منين والكلام ده كله، والله انت مش هتلاقي وقت تبص اللي جنبك. يعني انت لما زي ما بيبقى في في لجنه الامتحان اللي بيحل هو مش هو باصص اصلا صح. مين بيبص في ورقته، لكن اللي مش عارف يحل هو عمال راسه عماله تعمل زي البغبغان ولا مش عارفه ايه، عمال يبص عشان يجيب معلومه من اي حد. انا مش فاضي. انت لو النهارده يعني عملت فوكس على التراك بتاعك، انت مش هيبقى فارق معاك مين بيروح بيجي، هتبقى راضي عن نفسك، هتبقى حابب نفسك بالابس اند داون بتاعتها. لان خد بالك احنا ساعات الداون بتاعتنا بتبقى حلوه بس احنا ما بنشوفهاش. احنا ساعات الداون بتاعتنا بتخلينا نشوف حته فينا، ايه ده انا شاطر، ده انا عرفت اعدي ده انا اتعمل فيا كذا وانا كنت محترم في العلاقه دي، ده انا اتقال عليا كذا وانا لا مسكت ده وعملته. فانت بتكتشف ان الداون بتاعك ما كانش وحش. يعني في جمله لجلال الدين الرومي بتقول لك ان الجرح هو مكان، هو مش مجرد جرح، هو مكان بيدخل منه النور داخلك. ان انت فعلا لما بتبقى متضايق من حاجه او حد توفى، حد مشى، ما اتقبلتش في شغل، ما عملتش، انت بتكتشف ان في المحنه دي في ناس بتقف جنبك. الناس دي بتشوف فيهم جنب حلو حلو بجد. انت لما بتتكسر في علاقه، في حد توفى، الكلام ده كله، تيجي تبص انا شفت حاجه انا ما كنتش شايفها في نفسي، في الناس. بتبدا تبص للحياه بصوره تانية. يعني اي حد مات له حد قريب، يعني اكاد اجزم ان هو بعد الشخص ده اتغير لحاجات شخص احسن، تاني يا مش دايما لحاجات اوحش. بصي، الفراق بكل انواعه بياخد مننا حته كبيره جدا جدا جدا. وبيدينا لا بيدينا اي داوت جدا بصراحه. لحد النهارده يا ما عرفته يا ما فرقت، مفيش حد فرقته اداك. مهما كان وحش. اتعلمت من ماشي، ما مواقفه. هو ان انت اتعلمت ده دي حاجه اديها لك، هو مش لازم ان انا اديك حاجه اندايركت واي خد يا شادي لا المج طبعا ده. مش ده قصدي، بس صدقيني ببقى شايف قد ايه التغيير اللي حصل فيا في شخصيتي. مش شايفه للاحسن. بصي خليني اقول للاحسن ان هو انضج. طب ما هي دي حاجه كويسه. بقيت انضج. خلينا نقول حاجه كويسه للتعامل في الحياه. حاجه الطف ان انا ما اخدش المواقف بعد كده بنفس السيناريو. بس بينك وبين نفسك لو اتفقنا بقى على جلد الذات والاوفر ثينكينج وبتاع، لا بتبقى عارفه انك اتغيرتي، بتبقى عارفه ان كان في دايره بيضه كده جواكي حلو قلت. اسودت، ما بقتش لونها الطبيعي. شكلك ناضجه وشكلك فاهمه وشكلك قادره تكوبي بس الحياه في حته وبتاع. وجعاك. بس بينك وبين نفسك لا الحته اللي انت بتتكلم عليها دي حته وجعاك وهتفضل موجوده. مش وجعاني يا مرامي. حاجه اتغيرت. انت بتقولي لي اصل انا متخيله ان الفراق حتى لو حد يعني عزيز على بني ادم توفاه الله، ممكن ده يغيره للاحسن. ممكن ده يغيره للاحسن لو كان ان انا كنت برمي مسؤوليتي على الشخص ده، والشخص ده لما توفاه الله انا حسيت ان انا لوحدي فبقيت شايل مسؤوليه نفسي فبقيت احسن. ده لا في يمكن. حته تانية. لا ايه مثلا؟ ان مثلا لما حد بيمشي انت مثلا بتكتشف ان هي بجد ما كانتش مستاهله. يعني بالذات في الموت،
مش بتكلم على الفراق العادي. حلو. تمام. احنا دايما الفراق العادي عندنا بيبقى فراق في علاقات. احنا ولا يعني اي واحد اتنين صحاب او سواء بنتين او ولدين لما يعني ما بيبقوش صحاب، موضوع ما بيفضلش مأثر فيهم بالقدر الكافي. احنا العلاقات اللي هي في اي ريليشن شيب بين واحد ماشي. وواحده، تمام. انا بتكلم ان حد توفى، حد كان صاحبك، قريبك، حد من اهلك كده، انت بتكتشف حاجه، ان في لحظه كانت انت بتقف فيها هو بجد الدنيا كانت مستاهله كل اللي احنا عملناه ودي اخرتها. انت بتبدا تبص من حته بعيده قوي. انت شفت الراجل ده كان مثلا قد ايه جبروت، او كان قد ايه طيب، او ايا كان الصفات اللي كانت فيه، بس هتكتشف مش مستاهله. فاهمك. مستاهله ايه؟ يعني اخره الخناقات واخره ها اخرتها ايه؟ انا هروح وهو هيروح وكلها هنترمى في الحته دي. فبتكتشف ان انت في حاجات، يعني لما انت بتقول لي هيقولوا عليا وحش، يقولوا دي انا وصلت لها بعد ما فقدت حد عزيز عليا مشى له. يقولوا انتوا شايفيني شريره، شوفني بجد. يعني انا عندي قناعه ان مفيش حد هيتبلى عليك في حاجه والايام مش هتلف، والناس اللي هو اتبلى عليك قدامهم دول يعرفوا ان هو كان كذاب، او ان هو كان مش كويس معاك، او انا مش مستنيه اعرف حاجه من حد. الفكره ان انت بتكتشف ان والله ما مستاهله. هي مش مستاهله خناقات ومش مستاهله تحوير. انت دلوقتي في عايز تمشي قول لي عايز امشي، ما تروحش تخني. عايز ما تكملش ما تقوليليش بقى اصلا انا جالي ابن خالتي اللي متقدم مش عارفه جاي من الكويت متقدم، لا هيقولي انت امكانياتك ما تسمع. احنا ليه مش صراحه مع بعض؟ فانت في اللحظه بقى اللي في حد بيمشي خالص، يعني بيروح لدار الحق، اللي هو ايه ده؟ احنا في ايه؟ احنا فين؟ احنا بنعمل ده ايه؟ يعني اخرتها ايه بجد؟ مستاهله الموضوع ده كله؟ ما هو اللي مرمي قدامي ده اتخانق وعمل ووقف وخد مواقف، وفي ناس اتضايقت منه وعمله. مش مستاهله. ومش جايه بقى اقول لك ان انا الشخص العاقل اللي انا لا لا انا مش عاقل، وانا باجي في ساعات مواقف ابقى مصغره عقلي اصغر من عيل عنده 6 سنين. صح. بس اللي انا بتكلم فيه ان في لحظه ان هي عادي، ولا انت مبسوط ولا انت زعلان، لازم تبقى مدرك ان هي مش مستاهله. ايا كان اللي حصل وضايقك، هو حصل وضايقك، هو ضايقك خلاص. انت بقى عايز تخليه يفضل مسيطر عليك؟ لا، خلاص اللي حصل امبارح هو حصل، مش هنغيره، ولا انا ولا انت، الا بقى لو اخترعوا الآلة بتاعة الزمن فاحنا كلنا هنروح نغير كل حاجة وهنرجع نلاقي حياتنا مش عاجبانا برضه. يعني تمام. فهتلاقي الدنيا راحت في حتة. خلاص انا هشتغل على نفسي عشان اعدي يومي. انا هشتغل على نفسي عشان اعدي بنفسي لليوم اللي بعده. انا هعمل لنفسي سيستم يريحني، مش لازم يريح حد، ده مريحني. اتريق بقى عليا، اقول بقى ان انا ده مريحني. فتكتشف في الاخر ان انت كل الحاجات الصغيره اللي انت بتعملها دي انت بتصنع السلام النفسي ليك. انت عايز تبقى في الحته بتاعتك من جوه كده تبقى ايه. لو انت وصلت للحته اللي جوه ان انت هادي، هتكتشف ان تمام، ان انا عارف اعدي يومي واعدي مشاكلي واحل للناس مشاكلها، واقعد اسمع مواقف ما تخصنيش باي حاجه. والله معاكم حق بجد كل ده حصل. هتكتشف ان انت لقيت الحته الحلوه بتاعتك. هتكتشف ان الحته اللي بقت سودة بسبب تجربه او بسبب حاجه هي موجوده بس بتصغر. يعني انت فاهم قصدي، هي استيل موجوده بس مع الوقت عماله تصغر. هل انت عايز تفهمني ان في واحد وهو عنده 80 سنه بيبقى فاكر تجربه حب فشل فيها وهو عنده 25 سنه؟ لا. في الافلام يمكن. احنا مش في الافلام، احنا في ارض الواقع يا شادي. ما انا هقول لك وحتى لو قالها ما بيقولهاش بايه. لا تصدق، في كان محمود سعد لسه جايب واحد بيحكي ان هو كان بيحب واحده واهلها رفضوا يجوزوه. الراجل عنده تقريبا 90 سنه، فلما افتكرها عيط. مع ان هي اللي سابته وراحت اتجوزت، بس ما افتكرش ان هي، ما هي دي كانت عامله له برضه بقعه سودا قد كده طبعا. طب واتضايق فاهم احنا بنتكلم في ايه. هو بس ايه اللي بقى من العلاقه دي؟ الحاجه الحلوه. صح. مفروض احنا المفروض لما بنكبر، لما انت بتبعد عن المشكله، يعني اعتبر ان المشكله هنا وانت كل شويه عمال تمشي هنا، انت كل ما بتبعد انت شايف المشكله بتصغر. مش هتنسى ان كان في مشكله حتى لو انت مش شايفها بعينك. انت فاكر ان انا دخلت في تجربه اديت فيها 1 2 3 واتعمل فيها 1 2 3، وانا من وجهه نظري انا كنت بحاول ارضي نفسي وربنا والشخص اللي معايا وعملت والعلاقه فشلت بشكل او باخر، مش فاهم. هتنسى ان انت عملت كده؟ لا. بس انت متصالح مع نفسك، لان انت لو فضلت ماسك في دي انت عمرك بقى ما ترتبط تاني. ولو ارتبطت بحد وانت حاطط الصوره دي في الباك جراوند بتاعتك، اللي قلنا عليه ده بقى النفخ في الزبادي، فهتبوظ العلاقه انت الاولانيه. هتخلي واحد ملوش اي 30 لازمه، يعني ذنب قصدي، ان هو اتضايق بقى مكسور بقى مش مستاهله. لما توصل لسلام نفسي هتحس له يا جماعه احنا بنتبسط بحاجات صغيره كتير، مش لازم الحاجات
اللي هي متصدره لنا مؤخرا. انت فاهم قصدي؟ مرامي انت ريحتيني قوي قوي ميرسي. قوي في الحلقة دي، يعني بجد قلتي كلام كتير كنت يعني عايز اقوله، هنكمل بقيه وقلتي الحلقه الجايه. كلام اكتر طبعا، وقلتي كلام اكتر بجد كلنا كنا محتاجين نسمعه. وفكرت معاكي طب بجد لو يومنا ما عداش سيبه يعدي، سهلتيها سيبه يعدي علينا قوي، والله. سهلتيها علينا قوي. يا جماعة بجد في نهاية حلقتنا هي مش مستاهلة، اخرها والله العظيم ابسط من كده بكتير. مش مستاهله حقد، مش مستاهله قسوه، مش مستاهله غباوه، مش مستاهله، مش هقولك مش مستاهله كذب بس ده بينك وبين نفسك، مش مستاهله جلد الذات، مش مستاهله تقعد تضايق نفسك في كل موقف. اغلط وحاسب نفسك بالراحه، اغلط وتعلم من غلطتك، سيب الناس تغلط ونقص من الكريدت بتاعها زي ما قالت مرامي. ما تخليش كل حاجة على أعصابك، ما تخليش كل حاجة تضايقك. مرامي أنا اتشرفت جدا جدا ميرسي. جدا شكرا واتبسطت يا جدا شادي. جدا جدا وانا بالحلقة كمان جدا. النهاردة. انت يعني بجد قلتي كلام قد ايه كان مهم وقد ايه لمسني. أنا بشكركم جدا 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 على حضوركم معانا في عدي يومك شادي صالح.